السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي يا اغلى من حياتي. النهارده مش هنعمل مقلب في بعض، امال هنعمل مقلب في مين؟ هنعمل مقلب في اهلنا. في اهلنا؟ حاجة جديدة بقى دلوقتي. ايوه دلوقتي انت هتكلم ابوك، هتقول له ان في عصابة أيوة. ركبونا عربية أيوة. وطالبين فدية 1,000,000 جنيه، ايوه وهنشوف بقى هو هيعمل ايه. ردة فعله يعني. ايوه هيدفع لك بقى الفلوس. هل انت غالي على ابوك؟ اقسم بالله ما يدفعش 5 جنيه ليه. 5 جنيه؟ 5 جنيه ما يدفعش ليه. طب ما تيجي نشوف. يلا نشوف. يلا رن عليه. ماشي. انت مسميه ابي العزيز اهو. ابي العمر. قال لي يا بابا. ايه يا كرم انت فين؟ بقول لك في عصابة جت خدتني. مين اللي خدك؟ عصابة. شبت ايه؟ هم قالوا لي اللي انا اكلمك. العصابة؟ هم ركبوني في العربية يا بابا، مش عارف هم عايزين مني ايه. عايزين مني فدية يا بابا. يلا يا ابني انجز. عايزين مني يا بابا فدية 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه؟ بحالهم؟ خد كلم الباشا الكبير بتاع العصابة. الو. مين يا ابني؟ انت ما اشتغلنيش. الو. الو يا حبيبي، مين يا حبيبي؟ حضرتك ولد الولد ده؟ لا انا ابقى خاله. امال بتقول ابوك ليه يا ابني؟ لا والله ابويا. انت ابوه ولا لا؟ يا عم يا ابوه ولا اخته هتفرق ايه يعني؟ ما هو دلوقتي بتصل عليه هو التليفون انت في الجنس ده هو يشتغلني؟ خلاص اشتغلت يعني هو خلاص ما يشتغلني؟ دلوقتي اه احنا عاوزين فدية 1,000,000 جنيه، لا اما مش هتاخد ابنك خالص. خليهولك يعني انا بطلب هو بسوق على اللي حتى ارحمه من المصاريف ده اللي ياخد ال 100 جنيه بيجدين عليه ده مش عاوزه. خليهولك خليه عندك اهو مزوجه حلو وخلاص. يلا ياكل ويشرب حتى مرتاح. هو مش هياكل ويشرب، هو هيروح عند ربنا. لا خدنا نروح عند ربك كده كده احنا هنروح. ما انا غير كده لازم هنروح بمزاجنا. يعني انت مستغني عنه؟ يا عم خليهولك. شو يا حبيبي خليه عندك. متأكد من الكلام ده؟ انا اتاكد من الكلام ده. انا اعمل ايه يعني؟ اخش انا صغير ده انا صغير واحد. يعني انت عاوز تدفع كام؟ 150. 150,000؟ ده 150 جنيه. 150 جنيه؟ هو ابنك رخيص للدرجة دي؟ انا اعمل ايه على قد ظروفي بقى. الحقني يا بابا. اهو سامع؟ اه ايه مفيش اي احساس؟ لا في كل حاجه. نعمل ايه بس كل واحد بيمشي على قد جيبه. طب ايه ابنك كده هيروح منك؟ لا ان شاء الله ما فيش بروح ولا وبعدين على قد اعمل 150 سهلين. 150 هذا صح اللي انت شايفه. انا امشي منك يا سعاده الباشا. كده ابنك مش هيرجع تاني. انت يا ابني خد كده ابوك اهو وتعامل معاه، لانه مش عاوز يدفع الفلوس. الو. ايه يا كرم؟ قال يا بابا. نعم. والنبي يا بابا ادفع يا بابا 1,000,000 جنيه اللي هم عايزينهم. حاضر من عينيا الاثنين بس ده اخر النهار بقى ورا العشاء كده. ورا العشاء انت بتتريق عليا يا بابا في عز. لا مش بتريق. انت بتتريق عليا يا بابا في عز تعب يا بابا. انت بتتريق عليا. ده عشان اصرف الفلوس من البنك. تصرف الفلوس من البنك؟ والله اجازه كمان. هو انت عيلتك حاجه؟ هو انت عيلتك حاجه؟ هو انت عيلتك حاجه؟ يا ابني في البنك الفلوس امال ايه؟ بس النهارده اجازه. النهارده هو انت معاك 1,000,000 جنيه؟ اجازه. طب انت معاك 1,000,000 جنيه؟ بقى انت بتهزرني يعني؟ انت معاك 1,000,000 جنيه؟ معايا الشاشه. معاك 1,000,000 جنيه؟ هبعت لك 200 وعامل الباقي للعيال عشان اخو ادم برضه تاخد نسبه وواحد ولا نسبه. ماشي هحط لك خلاص. عايز تليفون ب 500,000 جنيه. يا عم ليه؟ بيكلم نفسه؟ والله عايز تليفون ايفون 15 برو ماكس ب 57,000 جنيه. لا خلاص ليه بقى؟ ابوك بقى. ابويا قفل. دلوقتي بقى انا اشوف اخويا هل هيقف جنبي ولا لا. دلوقتي يا جماعه انا برن على اخويا اهو. الو الو يا مجد مصر.
ايه يا رضا انت فين؟ انا في البيت اهو. في البيت. طب انا عاوز اقول لك على حاجه كده، مش عارف اجيبها لك ازاي بصراحه. ما تقول مره واحده في ايه؟ خير يا رب. هو بصراحه كده يا رضا انا كنت ما تحكي في ايه؟ كنت خدت العربيه بتاعك من وراك وانت نايم وهي دلوقتي العربيه هي دلوقتي مش عارف ان العربيه إيه؟ وانت اصلا معاك رخصه اصلا تمشي بيها؟ ما انا جاي لك في الكلام اهو. جاي لي في الكلام؟ ما انا تقول لي وانا كنت هاجي معاك. طب استنى بس لحظه. هو احنا دلوقتي عدينا من على كمين انا وكرم صاحبي كمين كمان دلوقتي متكلبشه. جدع يا مجد مصر. وانت يعني مش عارف ان المرور شايل حيله وبيفتشوا على الرخص وهنا وكده وكده؟ ما هعمل ايه طيب؟ انا كنت عاوز اخرج شويه يا رضا. ما تخرج شويه قول لي وانا كنت هاجي معاك. رخصه العربيه اساسا معايا في المحفظه. طب اعمل ايه دلوقتي؟ انت فين وانا جايلك؟ انا دلوقتي كنت في كمين كفر مش عارف اسمه، كفر حاجه كده. ده كمان يا ابني صعب يا ابني. ما هعمل ايه بقى يا رضا؟ انا غصب عني. انت العربيه وتروح تعدي من على كماين وعارف ان انت هتعدي من على كمين والكلام ده. قول لي وانا هاجي معاك مش هقول لك لا. طب العمل دلوقتي ايه؟ انت تاخدها من ورايا كده غلط. العمل دلوقتي ايه طيب؟ هو عمل ايه معاك ولا ادالك وصل ولا ايه اللي حصل؟ يا رضا الحقنا يا رضا. هاجيلك دلوقتي، هاجيلك عند الكمين. انت فين دلوقتي يا رضا؟ هاجيلك انا معايا الرخص. طب قول له انا هكلم لك اخويا يجي يجيب الرخص بتاعه العربيه ومعاه هو الرخصه بتاعته. طب وانا اعمل ايه طيب؟ من اللي هي العربيه ترجع بس انا اعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ انت تتعلم ان انت ما عدتش تاخد العربيه من غير ما تقول لي. طب هو اللي انت تعمله. هو الظابط معاك اهو. تعالى هو الظابط كلمه. ثواني. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا فندم؟ الله يسلمك. دلوقتي ده اخويا الصغير. ايوه. وهو خد العربيه والله العظيم وما يعرفش ان الرخصه اصلا ان انا عاينها في المحفظه وكده. فانا ممكن اجيبها واجي يعني لحد حضرتك وهوري لك الرخصه بتاعت العربيه والرخصه بتاعتي. واللي حصل ده يعني ايه، هو بس عشان كان رايح مشوار ومتاخر يمكن عشان كده ما يرضاش يقلقنا او كده. هو اخوك هيشرف عندنا يومين ثلاثه كده. حقنا يا رضا، انا ماليش في الكلام ده يا رضا. انت جاي بعد ما بتعمل العمله وترجع تقول لي الحقني؟ ما اعمل ايه طبعا؟ مطلوب مني ايه الوقت؟ قومتني جري وماشي على السكك اهو مش شايف قدامي. هو انت نزلت من البيت؟ نزلت. امال اعمل ايه؟ هفضل سايب العربيه كده ياخدوها ويحجزوها؟ دلوقتي انا مستنيك تجيب الرخص عشان تاخد العربيه، انما اخوك هيشرف معانا كده يومين. عادي يا باشا، انا جاي لحضرتك في الطريق اهو. يومين او ثلاثه؟ لا يا رضا انا مش رضا. اخليهم يعلموك الادب عشان ما عدتش تاخد العربيه بعد كده. يعلموني الادب ازاي يعني يا رضا؟ يعني تيجي تاخد العربيه مفيش فيها رخص. انت عارف ان المرور شادد اليومين دول وان اقل حاجه بيقعدوا يتكلموا عليها. فازاي اصلا انت ماشي من العربيه من غير رخصه العربيه وانت كمان ما معكش رخصه؟ قول له انا هاجي معاك مش هتاخر. بس ان انت تعمل كده غلط. طب احنا في امر واقع دلوقتي. احنا دلوقتي في امر واقع واحنا اللي بنودي نفسنا للتهلكه ونرجع نقول احنا في امر واقع. يعني انت هتسيبنا اتحبس يومين؟ مش هسيبك بقى، ما انت اللي بتعمل في نفسك كده. ربنا يعرفوه بالعقل. يلا يا ابني هات العربيه. يلا يا ابني اركب. يلا يلا تعالى سيب التليفون ده. ادوني يا احمد اهو. الو يا باشا. يا ريس انا جاي لحضرتك في الطريق اقل من 10 دقايق. ماشي يا ريس. دلوقتي العربيه هترجع انما احمد هيفضل معانا. عادي يا باشا، انا عايزه يتعلم اصلا ان هو ما عادش ياخد العربيه ويمشي بقى من غير رخص وكده. يعني انت اهم حاجه عندك العربيه؟ مش اهم حاجه عند العربيه، بس كل واحد يعمل حاجه لازم يتحمل غلطه بعد كده ويفهم بقى الدنيا ماشيه. انت دلوقتي لو رحت الجراج هتلاقي العربيه موجوده وانا كنت بعمل فيك مقلب. والله يعني ده انا مشيت شويه. يعني انت بتشتغلني؟ ما بشتغلكش بقى، كل واحد بيعرف تمامه ايه. كل واحد وانا تمام معروف الحمد لله. بس انت عملت حاجه غلط ودي حاجه غلط اللي انت بتقول لي عليها. ما انا عمري ما اعمل كده اصلا. انا عمرك ما تعمل كده. ما انت خضتني ان انت عملت كده. انا مستغرب اساسا. انا كنت بهزر معاك.
ماشي، ما انا بعلمك حاجه عشان تتعلم، ما هو احنا ما حدش بيتعلم ببلاش. وبعدين خلصان. ان انت تقول لي واللي الظابط يقول لي هيقعد يومين معانا وكده، كل ده انا عارف ان ما كلام في الفاضي، وانا كنت هاجي لا لا، أفرجك. ده صاحبي، ويعني ما فيش اي حاجه من دي، ما تقلقش ماشي، يعني. وان هو يقول لي ان هو هيقعد معانا يومين، ما حدش بيقعد مع حد يومين غير لما يكون ماسك معاه حاجه ممنوعه. يا عم ربنا أو يبعدنا عن محل اي حاجه. مخدرات. وانت ما بتشربش الحاجات دي اساسا، ولا بتشرب اي حاجه، تدوبني كده شحططه كده وتقومني كده على ملا وشي كده، حقك ينفع علينا، يعني؟ حقك علينا يا منا مصر. حق عليك. يلا. عادي بقى، ولا حق ولا باطل. وده يا جدعان رد فعل اخويا بعد ما قلت له كان عاوز يبيعني وياخد العربيه. صدق بالله احنا الاتنين طلعنا الله يكون في عوننا بجد. نفسك ثم نفسك ثم نفسك ثم حالك ثم ما عادش حد حوالك. مش يعني عارفه انا بقول ايه بس مش فاهم المثل. انا لا ما فهمتش عارف ياسم سمرة بيقول لك ايه؟ ايه اسمه ايه؟ ياسم سمرة. ياسم سمرة. استنونا يا جدعان في فيديوهات تانية كتير، واكتبوا افكار في الكومنتات، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.